يا مساء الفل. اهلا يا علياء. وحشتيني والله. اهلا يا نور. اهلا بكل اللي داخلين. هنستنى كده شوية وبعدين نبدأ تكون الناس دخلت. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذة سماح؟ يا أهلا يا أهلا. شنو موضوع الحلقة؟ ما حكيت من البداية، ما لحقت من البداية. لا احنا لسه مبدأناش أصلا، احنا لسه طالعين حالا. وموضوع اللايف كتاب صوت من القلب. أهلا يا منى. النهاردة 7/7. الرقم بتاع 77 ده رقم تعزيز وعزة. وقيمة العزة احنا يمكن مش فاهمينها بدقة، او لما بتتقال بتتفهم كده بشكل عام. العزة معناها انك تكون عايش كل تفصيلة وكل اثر وكل نمو في حياتك من المصدر الاصلي بتاعه. والمصدر الاصلي بتاعه هو حقيقتك. عشان كده دايما العزة مرتبطة بالحكمة. العزة دايما مرتبطة بالحكمة. كل ما كنت معتمد على المصدر
بتاعك والحقيقة، كل ما كنت قادر ان انت تتحكم في كل تفاصيل حياتك وفي مسار حياتك اللي انت ماشي فيه، وتقدر ان انت توصل لأي رغبة انت عايزها. فالنهاردة قيمة العزة عالية. من أول اللحظة دي لحد آخر اليوم، حاول إن أنت يكون كل حاجة نابعة من حقيقتك ونابعة من مصدرك. النهاردة إن شاء الله كمان هنتكلم عن كتاب صوت من القلب. وكتاب صوت من القلب من الكتب اللي بالرغم من إن أنا اللي كاتبه، بس لحد دلوقتي لما بقرأ أي فصل فيه بحس إنه كأني أول مرة بقرأه، أو كأنه كتاب لحد تاني مش ليا. وهو أصلا بيتكلم في الأصل عن التواصل مع المصدر أو التواصل مع الحقيقة. هنحكي قصته إن شاء الله. طيب، أهلا يا فوفو. طيب، خلينا نبدأ. آه، أنا شخص بطبيعته آه، مشاعري بتأثر فيا جامد، ولما بمر بتجربة أو بحدث، وخصوصا لو هو كبير سواء كان سلبي أو إيجابي، ده بيأثر فيا. ودايما بيدخل عندي في فكرة علاقتي بربنا، لأنه أنا يمكن قلت في كذا مقال قبل كده إن ربنا بالنسبة لي شغف وفضول وحب وشوق ومعاني كتير. فدايما أي حدث كبير في حياتي بيبقى ضارب قوي بجذوره في علاقتي بربنا. في وقت من الأوقات، يمكن من سنتين فاتوا، حصل معايا حدث. الحدث ده كان كبير وكان مزلزل بالنسبة لي، وكنت بحاول انه انا اتعافى واخرج منه. واثناء الحدث ده وفي وقت التعافي ده كنت حاسس بفراغ وبوحشة. فاللي حصل انه انا قررت ان انا امسك ورقة وقلم وقررت ان انا ابدأ ان انا اكتب واوصف الحال اللي انا بمر بيه. وكنت قاعد تقريبا في حالة من بره تبان لذيذة وكويسة، بس من جوه كانت موحشة يعني. فكنت قاعد مفيش أفكار، مفيش مشاعر، مش حاسس حاجة، مش بفكر في حاجة. فبدأت إن أنا أكتب إنه أنا قاعد مش بفكر في حاجة، مش حاسس بحاجة. واللي حصل ساعتها إنه أنا بدأت أسمع جوايا زي صوت أو إلهام بدأ يقولي اكتب القيم اللي انت بتحبها او عايزها،
او عايز انك تعيشها على نفسك. وكنت في الوقت ده مش فاهم يعني ايه اكتب على نفسي، يعني ما كنتش لسه دورت في الحتة دي. فبدأت ان انا فعلا اكتب في الورقة الصوت ده قال لي ايه، وكتبت القيم. تقريبا كانت رحمة وسلام وحب وكذا قيمة كده مع بعض. وبعدين بدأ الصوت ده يرشدني انه انا ابدأ اغمض عيني واغنيهم. وكانت اول مرة تحصل معايا حاجة زي كده، واول مرة يجيلي الهام او ارشاد ان انا اغني، او ان انا ارنم حاجة او اقولها بلحن. بدأت ان انا اغنيهم، وبدأت ان انا احس ان انا عيني بتبكي. ومن هنا بدأت ان انا جالي فضول اعرف هو الصوت ده عايز ايه وبيقول لي ايه، وخصوصا ان بعد اللي حصل ده بدأ يجيلي الهامات كتير وانا عمال بكتب فيها. فبدأت ان انا آه، عايز اعرف، عندي فضول اعرف ايه الصوت ده، هل الصوت ده حقيقي ولا انا اللي بكلم نفسي. فاللي حصل ان انا بدأت ان انا اسأل اذا كنت عايز اتأكد من صدق وحقيقة التجربة اللي انا بمر بيها دي اعمل ايه. اللي حصل معايا ان انا ساد صمت وسكوت. فبدأت ان انا اقلق، وكنت على وشك ان انا اعيط. واللي حصل ساعتها ان بدأ يجيلي الصوت ده تاني ويقول لي انه لو انا مش حقيقي، لو انا مش صوت فعلا بيكلمك، ما كانش حصل الصمت ده وكنت انت رديت عن نفسك في ساعتها. فكان ده بالنسبة لي برهان، وكان حاجة صادقة جدا، لاني حسيت فعلا ان الصوت ده مش مجرد ان انا بكلم نفسي من جوه، لا ده صوت بيجي وليه وقت وليه ميعاد وليه توقيت معين بيجي فيه. وكل اللي انا كنت بعمله ان انا ماسك كراسة عادية جدا وقلم وعمال بكتب في اي مكان بقى بكتب فيه، في اي حتة بيجيلي الصوت ده وبيجيلي الالهام ده بكتب فيه، لحد ما اتجمع معايا حوالي حاجة وخمسين صفحة، 56 صفحة او حاجة كده. وبدأت احس ان الموضوع اكتمل، وانه مع بعضه ممكن هو يعمل كتاب. فقررت ان انا احوله لكتاب. وبدأت قعدت تقريبا في يوم واحد مش بعمل اي حاجة متواصل، حوالي تقريبا 3 أو 4 أو 5 ساعات بنقل الكلام اللي انا كاتبه في الكراسة على الكمبيوتر. وبدأت ان انا احوله PDF. وتاني يوم كنت اعلنت عنه، وفي ساعة ما اعلنت عنه ناس كتير اشتريته، طلبته مني ساعتها. ومن بعدها تقريبا انا ما كتبتش حاجة عن الكتاب ده وما اعلنتش عنه من ساعتها. ومن كام يوم الشهر اللي فات جت في الذكريات البوست اللي انا كنت عالن فيه عن الكتاب، فقررت ان انا اعمل لايف عن الكتاب ده واعيد احياء الكتاب ده تاني والتجربة دي تاني والذكرى دي تاني. لانه الواحد لما بيمر بتجربة صعبة والتجربة دي بتزلزله وبتهزه من جواه،
بيكون في أمس الحاجة فعلا ل... لأنه يحس إنه مش لوحده، وإن في حد معاه، وإنه في حد بيدعمه وبيكلمه. وأنا في وقتها ما كانش حد معايا، ما كنتش عارف أستعين بحد أو ألجأ لحد، و... وما كانش ليا تقريبا غير الصوت ده. ما كانش ليا ونيس أو حد قريب مني فعلا أقدر إن أنا أحكي له وأتكلم معاه غير الصوت ده جوايا. فبالنسبة لي الكتاب ده مش مجرد تجربة روحية، هو ونس ونجاة ومحبة ودفى ومشاعر كتير قوي حسيتها في وقتها. والكلام اللي فيه آم، لو حد فيكم قراه أو حد من اللي موجودين هنا اشترى الكتاب، في ناس كتير بعتولي قالولي الكتاب كأنه بيكلمنا، كأنه بيتكلم معانا، كأن في حد قاعد وبيتكلم معانا. ف... ولحد دلوقتي انا نفسي زي ما قلت لكم لما باجي اقرا في الكتاب ده بحس انه في حد بيكلمني، والفقرات بتاعته والكلام بتاعه بحس ان هو آه، في جوامع ال- جوامع امور الحياة عموما، او او البنود الاساسية اللي لو فهمتها وبدأت ان انت تدركها سهل قوي ان انت بعدها تبدأ صفحة جديدة في حياتك، وسهل قوي ان انت بعدها تبدأ انك تتعافى من اي تجربة انت بتمر بيها. ف... في الاول لو حد عنده اي اسئلة بخصوص القصة والحكاية اللي احنا حكيناها دي يسأل، وبعد كده هنبدأ نقرأ فقرات من الكتاب انتوا اللي هتختاروها. في الأول بس لو حد عنده أي سؤال بخصوص الكتاب أو بخصوص القصة اللي احنا حكيناها يتفضل. في أي حد عنده أي سؤال بخصوص القصة اللي احنا حكيناها؟ كتاب جميل بصدق من حمله. أستاذة سماح من أول الناس اللي اشترت الكتاب. مش عندي سؤال، عندي امتنان كون الكتاب عندي يا نادر، شكرا لنور ربنا فيك، شكرا يا هبة. لا اتفضل يا نادر كمل، متشوقة اقرا فقرات الكتاب. حاضر يا مشيرة، نورتي، بقالك كتير ما حضرتيش لايفات. فعلا افتقدتها جدا، يا مرحب بيكي من جديد.
طيب، جميل. آه، طيب. الكتاب 56 صفحة. كل واحد فيكم يختار رقم من 1 ل56، وهنبدأ إن احنا نقراهم سوا. في الأول بس حابب إن أنا أقول حاجة مهمة بخصوص الكتاب ده. دايما في معتقد كده عند بعض الناس إنه أنت مش هتعرف تتواصل مع الحقيقة أو المصدر بتاعك غير لما تكون في حال معين، في حال هادي. مش هتعرف تتواصل مع ربنا غير لما تكون في حال كويس، في حال مديتيشن. والكتاب ده يمكن من أعظم الرسائل اللي شايلها هو إنه أنت في أي وقت، أيا كان اللي أنت بتمر بيه وأيا كان اللي بيحصل معاك، أنت تقدر إنك تتواصل مع حقيقتك ومع مصدرك أيا كان إيه اللي أنت بتمر بيه. طيب، 11. أوكي. طيب، أوكي. هنقرأ من قبلها بشوية، ويمكن دي الحتة اللي أنا حكيتها في الأول. بيقول: ثم بدأ الشك يساوره: هل أختلق هذا الصوت وتلك الإجابات؟ فقال له: انظر، عندما سألت سؤالك السابق لم أجبك. إن كنت تختلقني فكان من السهل عليك أن تختلق جوابا، وأما عن سؤالك السابق فأنا أجيبك عندما تجد الطريق لتتصل بي. عندما تريدني ستجد الطريق، فإذا وجدته أجبتك. يعني هنا كنت بدأت إن أنا أشك، هل أنا بختلق الصوت ده والإجابات اللي بتجيلي دي ولا لأ؟ فحصل إنه عم صمت، وجالي بعد كده إجابة إنه لو أنت بتختلق الإجابات دي ما كانش الصمت ده جه، وكان سهل عليك إن أنت تختلق جواب في ساعتها. كنت بسأل ازاي اتصل بيك، او ازاي حد اصلا يتصل بالحقيقة. فكان بيقول انه لما انت تعوز تتصل بحقيقتك هتلاقي الطريقة والطريق اللي يدلك عليها واللي تعرف تتصل من خلاله بحقيقتك. فسألت: وما هو ذلك الطريق؟ ما هو ذلك الطريق؟ عايز اعرف ايه الطريق اللي ممكن حد يلاقيه. فساد الصمت فجأة، ثم قطعه هذا الصوت قائلا: ذلك الطريق هو الحب. فعندما تحب ما تفعل
وعندما تحب الاتصال وتحب ذلك الصوت بداخلك، عندها أجيبك. عندما أجبتك منذ قليل كنت ترسم، وعندما كنت ترسم كنت تشعر بالحب تجاه ما تفعل، ورأيت أنه جميل فذكرتني، فأنا كل جميل، وعندما ذكرتني استجبت لي، وعندها أجبتك. يعني ملخص الكلام ده إنه لما أنت بتحس بالحب وبتعمل حاجة أنت بتحبها فعلا وبتشوف الجمال فيها وبتحس الجمال في قلبك، ساعتها انت في حال ذكر، انت بتستجيب لنداء الله فيك، وفي ساعتها ربنا بيبدأ ان هو يجيبك. الطريق هو الحب لكل واحد فيكم بيحب ايه وبيحب يعمل ايه وبيكون في انسجام واندماج وتناغم في ايه، هو ده طريقه ان هو يتصل بالحقيقة. أنت تكتب ما تقول بين قوسين، فإذا فتحت قوسا حدثتك، وإذا أغلقت القوس فتحه بداخلك سؤال فأحدثك مرة أخرى. يعني الجملة دي معناها إنه بمجرد ما أنت بتفتح قلبك بذكرك للحب وللجمال، الصوت ده دايما بيتكلم ودايما موجود ودايما جنبك، دايما معاك. انت اللي بتقرر انه انت بتوقف الكلام، واللي بيحصل ساعة ما بتوقف الكلام او بتقفل القوس انه بيبدأ يجيلك سؤال جواك، يحصل موقف يثير جواك سؤال، فمجرد ما يثير جواك السؤال تفتح قلبك تاني للاستقبال، وهكذا. فتبقى في حال تواصل مستمر مع حقيقتك، مع الله جواك. وهنا يمكن أنا في الكتاب دايما بقول ذلك الصوت ذلك الصوت، لأني مش عايز أسميه باسم يضيع المعنى. هو صوت، هو صوت. لكن إن أنا أبدأ أعرف الصوت ده وأبدأ إن أنا أديله اسم معين أو أحصره في داتا معينة أو في معلومات معينة تبدأ إن أنت وأنت بتقرأ الكتاب تستنتجها عنه، هنا هيبدأ يضيع المعنى بتاعه. أنت تحب الأسئلة كثيرا، تشعر بالنشوة حين تسأل، وتشعر بنشوة وفرح حين تجد الإجابة، وترى الإجابة التي تحصل عليها أنها جميلة، تعجب بها وتندهش لها، فتذكرني لأني وراء كل دهشة. لذلك فأنا أحب الأطفال وكذلك أنت، تشعر بذلك في قلبك، لأنهم دوما يندهشون للإجابة ويبرعون في السؤال ويحبون الاستكشاف. يعني من ضمن الطرق الجميلة وللأسف احنا مع الوقت بدأنا ننساها هي الدهشة، الفضول، الاستكشاف. لما تكون حابب تستكشف حاجة، لما تكون حابب انك تكتشف حاجة، لما تكون حابب ان انت عندك فضول وعندك شغف وعندك سؤال، فبتبدأ هنا بتحس بنشوة وبتحس بفرحة وبتحس بان انت متحمس وان انت متناغم وان انت بتحصل على اجابة ومبسوط بالاجابات ومبسوط باللي بتكتشفه. اول ما بتتبسط وبتحس بالجمال ده
انت هنا وجدت طريق لان انت تتواصل مع حقيقتك. انت هنا وجدت طريق لان انت تتواصل مع حقيقتك. وبعدين بيقول، ودي الصفحة اللي طلبتيها يا مشيرة: أنا أيضا في نداء جسمك، فقد شعرت الآن بأن ظهرك لا يشعر بالراحة، فغيرت جلستك لتريحه. فهل سألت يوما كيف لك أن تعرف ما يريح جسمك؟ إنه نداء تستجيب له، فأستجيب لك فأرشدك إلى الراحة. كذلك أنا في كل نداء واستجابة، وبين استجابة واستجابة تجدني. يعني مجرد بس انه انت قاعدة مش مريحاك، وبدأت تحس بده، وبدأت ان انت انا عايز اغير القعدة بتاعتي، اللي حصل ده معرفتك دي، المعرفة اللي انثابت جواك دي للحاجة اللي تريحك فعلا، ده نداء من الله، ده تواصل من الله معاك، بيتواصل معاك جوه جسمك، لانك بتحس بالراحة. خد بالك انه كده برضو في الوقت اللي انت بتجوع فيه، في الوقت اللي انت بتشبع فيه، في الوقت اللي انت بتعطش، في الوقت اللي انت بتنام، تحس ان انت عايز تنام، في الوقت اللي انت بتحس ان انت شبعت نوم وعايز تصحى. فهو في كل نداء بيطلع من جسمك، هو في كل نداء بيطلع من جسمك. السؤال دوما يشتتهم، دوما يربكهم، لأنهم يحاولون تجسيده ولا يكونوه. السؤال يطلب إجابة، يطلب واحدا، وهم في شتات يرون الكثير، لذلك يربكهم السؤال. يتذمرون من الأطفال لأن الطفل يطلب واحدا، ويحبك الأطفال لأنهم مثلك يطلبون واحدا. بمعنى إنه أنت لما بتسأل وتبدأ تحس إن اللي حواليك معترضين على سؤالك، معترضين إن أنت بتسأل، هو ببساطة أنت لما بتسأل عن الواحد. أنت عايز إجابة، يبقى عايز واحد، عايز إجابة واحدة، فأنت بتطلب الواحد. في حين إن أي حد بيعترض على سؤالك هو في الحقيقة شايف أكتر من واحد، شايف ربنا حاجة، وهو حاجة، وأهله حاجة، وأصدقائه حاجة، وزوجه حاجة، شايف كتير. فبالنسبة له فكرة إن أنا أسأل وأطلب واحد ده بيربكه، بيهزه. عشان كده ممكن تلاقوا بعض الناس اللي بيربكهم السؤال يتخنقوا من الأطفال. لو قعدوا مع طفل يتخنق، يزهق، يمل، يحاول ان هو يلهي الطفل ده في اي حاجة، ولو ما تلهاش يبدأ ان هو يزعق لانه اتربك. الطفل دايما بيسأل وسؤاله بيربك. بعدين بيقول: انا الان احدثك ولم تسألني، لتعلم اني مطلب كل سؤال ولست تابعا لسؤال، فمن يتتبع السؤال يفقدني، ومن يسأل طلبا لواحد يجدني. بمعنى انه مش علشان هتلاقي ربنا في اجابة سؤالك يبقى تربطه بالسؤال وهو تابع للسؤال، ولو انت مش بتسأل هو مش بيكلمك. بمعنى انه هتلاقي طرق كتير قوي، ودايما هتلاقي طريقة تتواصل بيها مع حقيقتك ومع ربنا، بس
ما تربطوش بطريقة منهم، ما تحصروش في واحدة منهم، لأن هو لا يتبع أي طريق، حتى الأسئلة وحتى الاستكشاف. لو أنت بتسأل وعايزه هتلاقيه، إنما لو أنت بدأت خلاص أنت ماشي ورا أسئلتك مش عايزه، هو مش باصص له هو، هتفقده، هتوه، هتحس بالحيرة، هتحس إن أنت مش لاقي إجابة سؤالك. فجلست لبرهة ثم سألت: لماذا عندما أفكر أفقدك وتتوه مني المعاني، وعندما أكتب أجدك في كل معنى؟ لأن في وقتها حسيت إن أنا أول ما بسيب الورق والقلم بحس إن أنا اتشتت، دماغي سرحت في أفكار كتير واتشتت. وأول ما ببدأ إن أنا أمسك ورق وقلم وأكتب، اللي بيحصل إني بلاقي نفسي إيه ده؟ إيه ده؟ أنا مركز. فأجابه الصوت: لأن الفكر عرضة للشيطان، يسهل تشتيته وضياعه. وانت بتفكر سهل انك تتشتت، سهل ان افكار كتير تجيلك. واما الكتابة فانت تكتب بيدك وانا يدك، انت تكتب بيدك وانا يدك. يدك لا تفقدني لاني هي، بينما يفقدني فكرك لاني واحد وفكرك شتى. وهنا حابب اقول نقطة مهمة قوي، ان في مرحلة من المراحل ممكن فكرك يتوحد، بس لما تكون ثابت في كلمة ربنا، لما تكون تواصلت وعلى تواصل باستمرار مع ربك، في وقتها فكرك مش بيكون شتت، مش بيكون مشتت. اللي كتب ارقام يكتبها تاني، لان انا في وسط الكومنتات بتضيع. اللي كتب ارقام او اللي عنده سؤال في اللي احنا شرحناه ده او في اللي احنا قريناه ده يقول. سبعة. تمام. وهنا الصوت اللي بيتكلم: انظر إلى الحياة، انظر إلى وجه ابنتك الذي طالما تأملت في تدرجات ألوانه، لأن أنا بقعد أبص لبنتي والوشها وأقعد أبص في تدرجات الألوان بتاعته. انظر إلى كل الوجوه، دوما ما تحاول مزج الألوان لتجسد ذلك الجمال، مزيجا معقدا ومتشعبا، فقط يجسد واحدا بسيطا. كذلك الخلق فإنه بسيط، واحد يظهر في حروف وألوان كثيرة تشكل في النهاية واحدا، وتبدأ من واحد. يعني الحياة كلها هتلاقي إن هي وشوش كتير وألوان كتير ومشاعر وأفكار وحروف وأرقام، كل دول في الآخر بيجسدوا واحد بس. وبيبدأوا من واحد، فكرة، شعور، بيبدأوا من واحد. الله واحد. يبقى كل حاجة في الكون مهما كنت شايفها كتير ومشتتة، هي في الآخر واحد، وبتجسد واحد، ونبع من واحد.
فعلا زي قوس قزح ألوان كتير أصلها واحد، بالظبط كده. بسيطة تلك الحياة، بسيطة هي الروح، فلسفتها بسيطة. كن واحد وستظهر في كل شكل، سيتكاتف الكون كله لتجسيد جمال روحك وبساطتها. لا بهرجة، لا تعقيد في الكلام، لا ترهق ذلك الجمال وتشتته، عبر عنه كما هو. كنه ولا تحاول تجسيده. إن كنته تجسد لك، وإن حاولت تجسيده فقدته. يعني ببساطة كده هو كأنه بيقول خليك زي الواحد. لما تكون واحد بتعبر عن جمالك، ساعتها كل حاجة حواليك هتجسد الجمال بتاعك، هتقراه هتشوفه. إنما لو حاولت انت تجسد حاجة هتفقدها، هتفقد جمالك، هتنساه. زي اللي بيحاول ان هو يسعى لحاجة من بره. ويمكن في محاضرة العلاقة اتكلمنا عن النقطة دي بالتفصيل، انه لو انت بتحاول تجسد حاجة بره هتفقدها. انما لو انت خليتك جوه، خليتك في الواحد، خليتك في الحقيقة وبقيت واحد، كل حاجة هتتجسد، كل حاجة هتتجسد لك. دوما ما يرى الجميع الامور معقدة جدا. زي ما قلنا شايفين كتير مش شايفين واحد، لانهم لا يدركون انه واحد، لا يدركون بساطته. يحاولون دوما تجسيده، وصفه، الوصول إليه، وكلما حاولوا ذلك فقدوه. يرونه بعيدا ونراه قريبا. دايما في حاجة، أو لما بنتكلم عن ربنا أو عن الحقيقة أو عن المصدر، دايما الناس بتتعامل على إنه إيه ده بعيد، عايزين نجسده، عايزين نوصفه، عايزين نوصل ليه، كأن هما في طريق أصلا بينهم وبينه، في مسافة بينهم وبينه، كأنه هو ومعاه كتير، مع إنه هو واحد وكل ده بيجسده أصلا. فسألت وكيف أكونه؟ إزاي أكون واحد؟ ويمكن ده سؤال أكيد جه في بال أي حد بيسمع دلوقتي. فأجاب الصوت فقط تخلى عن الكيف. كذلك يكون وكذلك تكون. اكتب على نفسك، رنم، كذلك أنت وكذلك هو يكون. موضوع بسيط خالص. ما تقولش ازاي، مالكش دعوة ازاي. أول ما تشيل من دماغك ازاي بتكون على طول. لو أنا جيت دلوقتي قلت لك ارسم، هتقول لي ازاي؟ فقدت الرسم، فقدت إحساسك خلاص، بدأت تفكر في خطوات. إنما لو جبت ورقة وقلم ولا جبت أي حاجة قدامك وبدأت إن أنت ترسم، هترسم، هتكتشف بنفسك. لو قلتلك دلوقتي خف، يعني أنت مريض وقلت لك خف، هتبدأ تقول لي ازاي اخف؟ شيل ازاي؟ خف. هتلاقي نفسك بتحس ان انت بتتخفف من كل حاجة، وكل مرض عندك هيبدأ ان هو يروح ويمشي. لو انت عايز تشتغل، قلتلك اشتغل، هتقول لي ازاي؟ فقدتها. لكن لو شفت حاجة بتحبها وجبتها وقعدت تعملها، هتلاقي الشغل جه لوحده. بصوا، 99% من اي حاجة انا بقدمها وبعملها
جاي اصلا من ان انا قاعد بعمل حاجه انا بحبها وبس. فجاه الشغل بيطلع، فجاه الحاجه بتتجسد. وكل ما اسال ازاي افقد الموضوع. انك مش محتاج ازاي اصلا. ازاي دي انت مش محتاجها. ازاي دي انت اللي بتلهم بيها الكون. ازاي دي انت اللي بتقررها بتعبيرك. تعبيرك هو ازاي معايشتك وانك تعيش الحاجة هو ده ازاي. مش حد يقولك اعمل 1 2 3 10. انا فاكر في رقمين كتبوا 55 و33. فخلينا نبدأ من 33 بما ان هي الاقرب. اه مين اللي طالب 33 ده؟ طيب هنقرا برضو الصفحة اللي قبلها ونقراها معاها عشان خاطر نمسك الموضوع من أول. هبة اسماعيل. اسمعي بقى يا هبة. كثيرا ما يرى الناس الحب فيتمنونه. إن كتير بنشوف الحب نتمناه. وأنا أقول لك يا أنا. دايما في الكتاب ده لما كان بيكلمني يقول لي يا أنا. وأنا أقول لك يا أنا أنه ما من حب تراه إلا لأنه بداخلك. مفيش حب أنت شايفه في اللحظة دي حالا دلوقتي إلا وهو جواك. ما من حب تراه إلا لأنه بداخلك. فكل رجل وامرأة يغمرهما الحب وتراهما. كل أم وابنها يغمرهما الحب وتراهما. كل رجل وأبيه يغمرهما الحب وتراهما. كل ذلك الحب بداخلك يا أنا. كل مشهد انت شايفه فيه حب، كل حب انت شايفه دلوقتي الآن هو جواك. انت شايفه عشان هو جواك، مش محتاج تتمناه أصلا. فاشعر به واعلم كم أنت محب تشع حبا في الحياة. الحب ده تجسيد لحبك. اعرف قدرك وقدر الحب اللي جواك. لا تحاول أن تكون ساكنا أو متحركا، لكن اشعر بالسكون والحركة بداخلك. ما تحاولش لا تسكن ولا تتحرك. حس بيهم جواك. جسمك جوا فيه السكون وفيه الحركة، حس بيها جواك. اشعر بهما يتراقصان ويتداخلان سويا في مشهد بديع. فليكن كل سكون هو سكونك، ولتكن كل حركة هي حركتك.
كل حاجة انت شايفها في سكون حواليك ده سكون جواك انت، وكل حاجة شايفها بتتحرك حواليك دي الحركة بتاعتك انت، والمشهد ده كله رقصة جواك. على فكرة الفصل ده من الكتاب غالبا اسمه الرقصة. فلتنظر إلى إنسان يرقص لتشعر برقصتك الداخلية، فلتنظر إلى أحدهم يتمدد ساكنا مسترخيا لتشعر بسكونك، فلتنظر إلى رسام يرسم بشغف فتعلم كم أنت مبدعا، فليكن الكون مساحتك الخاصة. فليكن الكون مساحتك الخاصة. يعني من الآخر كده اعتبر إنه أنت عايش في كنز كبير وفي كل حاجة أنت عايزها موجودة حواليك وبتاعتك. خلق لكم ما في الأرض جميعا لتشعر برقصة الحركة والسكون بداخلك. إن شعرت بها أدركت ألوهيتك، عندها ستخرج من دائرة النقائض فتلج إلى الوحدة. هو هنا بيكمل على فكرة، يعني احنا كنا بنتكلم عن فكرة الواحد وازاي تكون وقلنا تخلى عن الكيف. هو هنا بيتكلم عن ان الكون كله يكون مساحتك الخاصة، فهو بيكمل. عايز تخرج من فكرة المناقضات؟ شوف كل حاجة حواليك بترقص مع بعضها، كل الكون مساحتك بتاعتك. في الحقيقة لا يوجد ليل أو نهار، يوجد شمس ويوجد أرض ويوجد أنت. الليل والنهار مش موجودين. هاتلي كده الليل، هاتلي النهار كده، مش موجودين. إنما في شمس وفي أرض وفي إحنا. تفاعل الشمس مع الأرض مع مكان تواجدك على الأرض هو ما يشكل الليل والنهار. الشمس دلوقتي في المكان ده، لو انت متواجد في المكان ده هيبقى فيه نهار، لو انت مش متواجد فيه هيبقى ليل. يبقى إذن الليل والنهار هو حالة انت بتعيشها. عندما يملأ الضياء جسدك ويغذي قلبك وتكون حاضرا بالداخل يكون نهار. انت كده عايش نهار جوه. عندما يملأ الظلام جسدك ويعم قلبك وتكون حاضرا بالداخل يكون ليل. حسب انت عايش ايه. عندما يملأ الضياء جسدك ويغذي قلبك وتكون منتبها للخارج يكون ليل ونهار. الاثنين. عندما يملأ الظلام جسدك ويعم قلبك وتكون منتبها للضياء يكون نهار وليل. الاثنين بيدخلوا في بعض. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. حالتك الداخلية مع مكان وجودك الاثنين بيندمجوا مع بعض. فلا تقدر تقول انت هنا في ليل ولا تقدر تقول انت هنا في نهار. موضوع نسبي، رقصة، تداخل. أيوة، مرج البحرين يلتقيان. اللي بيحصل بقى إن لما أنت تكون حالتك الداخلية غير اللي أنت منتبه ليه بره،
غير اللي انت عايشه بره، حينها تقسم عالمك وتدخل في دوائر اللانهائية، ليس أي منهم سلبيا أو إيجابيا، مجرد تفاعل رزقي. يعني تفاعل بيجيب لك رزقك بس. لما بتحصل وحدة بين ليلك ونهارك الداخلي والليل والنهار بره، العالم بيبقى واحد. لما بيكون في جواك نهار وانت حواليك ليل، او العكس، قسمت العالم بقى فيه احتمالات متوازية كتير، وكل واحد فيهم بيشكل رزقك، بيشكل نوع معين من انواع الرزق. تنظر الى الاسفل فترى طريق الصعود والسمو، تنظر من الاعلى فترى طريق الهبوط. يعني لو انت نايم على الارض وبصيت فوق هتشوف طريق صعود، لو انت فوق وبصيت تحت هتشوف طريق هبوط. فلا تظن ان وجودك في الاسفل يمنعك من الصعود، فهو يريك الطريق. ولا تظن ان وجودك في الاعلى يمنعك من الهبوط، فهو يضعك على الحافة. لا تشوف ده بيمنع من ده، ولا ده بيمنع من ده، كل واحد. في الحالتين انت قدامك الاختيار، يا تصعد يا تنزل، ولا ده حلو ولا ده وحش. إن صعدت من الأسفل شعرت بالنشوة، وإن بقيت هناك شعرت بالإحباط. إن سقطت من الأعلى شعرت بالخزي، وإن ثبت رأيت الصورة بأكملها. وكله أنت اللي مختار. كيف نوفق بين الداخل والخارج؟ خليكي واحد. قلنا تخلي عن الكيف هتبقي واحد، كله هيتوافق على طول. طيب نيجي ل55. هي المفروض ان دي خاتمة الكتاب، فاللي طلب الرقم ده قال الصوت: تعلمت الآن أن تسمع إلي في كل شيء، فليكن قلبك منفتحا مستقبلا لكل شيء، وليكن صوتي مرشدك في كل شيء. فأنا أتواصل مع أنا حين تتواصل أنت مع أي شيء. يعني من الآخر كده كله هو. لو أنت دلوقتي بتسمعني وفي تواصل ما بيني وما بينك، فربنا بيتواصل مع ربنا. الحديث ده بين ربنا وبين ذاته، بين ربنا وبين نفسه الآن. فلتجعل مساحة في حياتك لتسمعني بداخلك، فلا تنخدع بالسمع. فليست الفكرة في أن تسمع صوتي، وإنما الفكرة في المساحة التي يخلق ويتشكل فيها ما نقول. يعني مش الفكرة إن أنت تقعد مع نفسك ومش هتسمع ربنا غير لما تقعد مع نفسك أو في تأمل أو بتصلي. انت بتقعد مع نفسك دي عشان تدي مساحة للي بتسمعه واللي بتستقبله ان هو يتشكل ويتخلق.
ما تبقاش طول الوقت مشغول، انا بتواصل بره بتواصل بره بتواصل بره. حيث تخرج من مساحتك لتجد ما قلنا واقعا. لما انت بتسيب المساحة دي وبتبدأ تسمعني جواك، تسمع ربنا جواك، ساعتها بتخرج تلاقي اللي حصل جوه هو اللي بره. وأما من ينخدع بالسمع فيظل كل شيء بداخله حتى يمرض. يعني اللي بيربط ان هو يتواصل مع حقيقته ويكون في تناغم معاها بالسمع، او بان هو انا قاعد مع نفسي او بعمل تأمل او بعمل كده، بيمرض. كل حاجة تفضل جواه ما بتتجسدش بره. وبرضه في محاضرة العلاقة اتكلمنا عن الحكاية دي بالتفصيل بالتفصيل. لو حد عنده اي سؤال بخصوص اللي احنا قريناه لحد دلوقتي يقول. و لو حد عايز يختار صفح تانية يتفضل. تمنتاشر، ماشي. رقم 18 ده اسم الحي. ايه الكلام الجميل ده، جمالك يا لميس. يا ريت تستفيض، ما احنا بنستفيض اهو. احنا ربنا بيفيض بينا، يعني احنا تجلي فيض ربنا دلوقتي. ايه طريقة الحصول على الكتاب يا نادر؟ اتواصلي معايا وهقولك السعر وطريقة التحويل. هو سعره $30. $30 دي يعني 900 جنيه. لو انت في مصر بتحوليهم عن طريق فودافون كاش. لو انت من بره ممكن عن طريق ويسترن، او لسه بظبط بايبال لو حد ما عندوش ويسترن. لسه بظبط حكاية بايبال دي. بس كده. هل ضروري يجب أن نفعل شيء لأجل أن نكون مع الله؟ لا لا، احنا قلنا تخلى عن الكيف. ضروري ان انت تعمل حاجة دي معناها ازاي اكون، فلا ما فيش ازاي. هو شيل ازاي دي هتكون لوحدك. طيب. صفحة 18 عشان احكي لكم قصة. كان بعد الهامات كتير جات لي، وكنت فترة طويلة كل يوم بيحصل تواصل. قعدت يومين كده مش بقعد مع نفسي او مش متواصل، اتلهيت في احداث معينة. ف كنت قاعد كده برتاح بعد يوم طويل، حصل الحوار ده. لقيت الصوت ده بيسألني، بيقول لي ألم تشتاق إلي؟ فقلت له أكيد أكيد، وكنت فعلا محتاج ده ومشتاق له. فالصوت ده لقيته بيقول لي ولماذا تصبر على شوقك؟ هل لأنك لا تملك ورقة وقلما؟ إذا أحببتني فاستمع إلي في كل شيء. هنا بنأكد برضو مفيش طريقة محددة. إذا أحببتني فاستمع إلي في كل شيء، واكتب ما أقوله في قلبك فلن تنساه.
اللي تسمعه اكتبه في قلبك، مش هيتنسي. ألم أقل لك أنني في كل شيء، حتى وراء غيوم الخائفين وزيف الكاذبين. يعني لو انت خايف وحاسس ان الدنيا مغيمة ومضلمة وما انتش عارف الطريق ايه وخايف تمشي، انا ورا الغيوم دي. ولو في حواليك ناس كدابين الزيف بتاعهم ده، انا وراه برضه. كن دوما مستمعا، فالسمع يأتي بالبصيرة، والبصيرة تكون الرؤية من قلبك فتكون واحدا. وإن كنت واحدا تكاتف الكون كله لتجسيد جمالك وبساطتك. هكذا تقول كن فيكون. فسألت كيف أكتب ما تقول على قلبي؟ إزاي أكتب اللي أنا بسمعه واللي بستقبله على قلبي؟ فأجاب الصوت إن بوابات القلب كثيرة، ولكن بوابته الأساسية هي السلام. أن تجعل ما تسمع يتناغم ويتجانس مع قلبك تماما ليصبح جزءا من تكوينه، فتتلاشى الأحكام والمخاوف والمقاومة، فكلها تنسيك ما سمعت، ويسخن القلب لما قبل وعندها، لن ينساه أبدا. طول ما فيش مقاومة، ما فيش أحكام، ما فيش الكلام ده كله، طول ما انت شايف الواحد، طول ما انت متناغم ومتجانس مع كل تفصيلة في حياتك وكل حاجة بتحصل فيه سلام، طول ما اللي بتسمعه وبتستقبله بيتكتب جوه ما بتنسيش. أول ما بيحصل مقاومة، أول ما بيحصل أحكام، بتبدأ إن أنت تنسى. فسألت حدثني أكثر عن بوابات القلب. كنت عايز أعرف بوابات قلبي إيه، إزاي أكتب حاجة في قلبي، إزاي أدخل حاجة لقلبي. وأنا كنت ساعتها في مرحلة كنت قافل على قلبي جدا جدا، عن إن هو يحب، عن إن هو يعيش، عن إن هو يدوق، عن إن هو يحس، عن إن هو يفكر، عن إن هو يتعامل، عن أي حاجة. فقال الصوت إن القلب يتعامل مع لب كل شيء، مع الجوهر والمعلومات الأمرية المكونة لكل شيء، وهو في حد ذاته لب الإنسان وجوهره. لذا فإن بواباته لا تخرج عن سمات ذلك اللب والجوهر. يعني من الآخر كده، القلب في حد ذاته هو المركز، هو الجوهر بتاع الإنسان، وهو كجوهر بيتعامل مع جوهر كل حاجة. فأي حاجة عايز تدخلها هي سماتها مش هتخرج عن سمات الجوهر ده. ففي أصله ليس له مسمى. لذا فإن أول ما يدخل القلب ما ليس له مسمى. أول حاجة تدخل قلبك اللي ملهاش مسمى. فالاسم أحيانا يقابل بالمقاومة. يعني لو حد دلوقتي بيسمعنا وجيت قلت له إن الكلام ده ربنا قالهولي، أول ما قلت ربنا ده اسم، فالاسم ده هيقاوم حسب معتقداته عن ربنا. لكن لو أنا قلت إن هي حديث داخلي بيني وبين ذاتي، بيني وبين جوايا، مش هيقاوم، ملوش مسمى. عشان كده سميته صوت من القلب. وأحيانا يحصر الوعي في صورة محددة. أول ما تقول اسم هتتخيل صورة، أول ما تتخيل صورة حصرت الموضوع كله في الصورة دي، ما بقيتش شايف اللي وراها. كما أن ذلك القلب حي متفاعل يقظ.
واعي بكل ما حوله، لذا فإنه من أكثر بوابات القلب قوة بوابة الحياة، فإنها تدخل إليها كل ما يحرك القلب. لذلك الكوميديا تدخل القلب لأنها تمثل روح الحياة والحيوية بداخله. كذلك الحزن أيضا يدخل القلب لأنه يحرك القلب حركة عنيفة ويدخله في دائرة من التفاعلات مع شيء بعينه، فيشعر بداخله بأنه يعرفه أكثر، فيتوهم الاتصال العميق بالواحد. عشان كده الناس بتتمسك بالحزن على فكرة، لأنه بيحسسه بالحياة. كونه حزين ده معناه أنه هو حي، وعشان كده بيفتكروا الحزن ابتلاء من ربنا، لأن هو الحاجة اللي بتحركهم، هو الحاجة اللي بتحركهم. بالنسبة للكوميديا على فكرة، من المعلومات اللي قريتها من فترة إن المسرح الكوميدي من الفنون اللي كانت موجودة في عهد الرسول، وكان الرسول بيدعمها. المسرح الكوميدي كانوا بيقفوا في وسط السوق في وسط المدينة بيعملوا مسرح كوميديا. ممكن أبقى أكتب مقال عن الحكاية دي، لأن الرسول عارف إن الكوميديا بتدخل جوه، بتدخل القلب. وبتفتحه. فكذلك فإنه واسع حر. لذلك فإن كان ما تسمع حرا يعطيك المساحة ويذهب بك لآفاق بعيدة، فإنه يدخل فورا. لو اللي انت بتسمعه بيفتح لك آفاق وحرية ومساحة واسعة تعمل فيها اللي انت عايزه وتجسد فيها اللي انت عايزه، هيدخل قلبك على طول. بينما ينفر القلب من كل ما هو ضيق مقيد. أي حاجة تأيدك وتقفلك وتقفل على قلبك وتحسسك إن الدنيا خانقة هتنفر منها. طبعا ده من علامات أصلا إن قلبك سليم، إن أنت تنفر من حاجة زي كده. مش زي ما بعض الناس تقول الناس بتكره التقييد، او ان هم يكونوا مقيدين بحاجة علشان خاطر هم مش عايزين يلتزموا. الالتزام بيجي من الكلمة، والكلمة واسعة. تأمل جوهرك تعرف بوابات قلبك، لأنه ينجذب لكل ما هو على صورته. يعني عايز تعرف البوابات اللي تدخل منها أي حاجة لقلبك، والحاجة فعلا تدخل بيها لقلبك، شوف جوهرك ايه، سماته عاملة ازاي، هتعرف على طول ايه البوابات اللي تدخل اي حاجة لقلبك. ايش يعني فتح القلب؟ بسمعها كتير. يعني اي حاجة تدخليها له، او لو عايزة حاجة تدخل له وتدخل فيه وتكون موجودة جواه، خليها على سمات الجوهر والاصل واللب. تفتحي قلبك يعني تدخلي له اللي على صورته، يبدأ يستقبل. في حد عنده اي سؤال بخصوص اللي احنا قريناه ده؟ في حد عايز يختار رقم تاني؟
40. امتنان امتنان ليك يا 40. جلس الفتى، أنا مسمي نفسي في الكتاب ده الفتى. جلس الفتى يتساءل بينه وبين نفسه: ترى هل أفهم ما يحدث في الحياة حقا؟ هل فعلا ما يحدث لي من سلبيات إن صح القول يحدث بسبب ما بداخلي، أم أن هناك تفسيرا أعمق؟ وفجأة وجد صمتا أسكن أفكاره المتناثرة، فعرف أنه هنا، على أن الصوت ده بقى موجود. لأن أنا بعرف أن ربنا عايز يتواصل معايا لما ألاقي فجأة في صمت. دي من العلامات اللي, اللي, اللي بتشاور لي على أن في دلوقتي تواصل بيحصل. فأعاد عليه السؤال مرة أخرى، يعني أنا سألت تاني ولكن لم يجد ردا. فتذكر حديثهم من قبل حين قال له: اترك يدك تكتب فهي مني. فقرر أن يترك ليده العنان. ساعتها مسكت ورق وقلم وبدأت أن أنا أكتب. كتبت اللي أنا هقراه دلوقتي: إن ما يحدث في تلك الحياة هو حلم، بمعنى أنه ببساطة تفريغ لمحتويات الذهن والعقل، ولكن في صورة مجسدة تشبه الحقيقة كثيرا، تماما كالذي تراه في منامك. زي بالظبط ما تكون نايم وتحلم وتحس ان الموضوع حقيقي، انت هنا في حلم. فما عليك إلا سؤال نفسك: ماذا تمثل لي كل صورة في الحياة؟ ماذا يمثل لي الحدث؟ كل صورة في الحياة معناها ايه بالنسبة لي؟ بتمثل لي ايه؟ وما سيأتي من الإجابات سيوضح لك ما هو بداخل عقلك من الأسماء، الأحكام، التوقعات، المعتقدات، دوائر الراحة، وهكذا. وما عليك هنا إلا فلترتها ببساطة وتحويلها إلى ما يخدم تطورك وتوسعك. المشكلة أن الناس تنخدع بما يحدث وتحاول تفسير الحدث نفسه وليس فهم ما يمثله الحدث لهم. يعني دايما لما بيحصل حاجة بننشغل، هي حصلت ليه؟ هي حصلت ليه؟ طب استنى بس، هو الحدث ده معناه ايه بالنسبة لك؟ والذي هو الهدف الحقيقي من الأحداث والمعنى الحقيقي لقانون الانعكاس والتعبير عن الذات. يعني الهدف الأصلي من أي حدث في حياتك هو أصلا اللي بيمثله ليك الحدث ده، مش الحدث نفسه خالص. يعني مش مطلوب منك تعرف الحدث ده حصل ليه، استنى بس، هو بيمثل لك ايه؟ اللي بيمثله لك ده هو المطلب، هو الغرض. لو فهمته انت هتعرف تمشي لوحدك، زي الحلم بالظبط. وبعد فلترة كبيرة تصل إلى تركيبة من الصور والعناصر التي تمثل أسماء حقيقية تظهر بوضوح في الواقع. هتبدأ تعرف ملامح الحياة الحقيقية اللي انت عايزها وعايز تجسدها فعلا. وهذا هو بلوغ الحلم، ان انت بقيت عارف خلاص انت عايز تحلم بايه، انت حلمك ايه، عايز تحقق ايه، عايز تجسد ايه. أي أنك هنا يناديك حلم جميل
لكي تبلغوا يجب أن تتخطى مجموعة من الأحلام، منها المزعج ومنها المريح. يعني انت هتبدأ تحصل أحداث أو أحلام، والأحلام دي في منها هيضايقك، في منها هيريحك، في منها كويس، في منها وحش. المهم في الآخر خلاصة وعصارة كل ده هتوصل للصورة النهائية والآخرة للحياة اللي انت عايزها. هنا تبقى بلغت الحلم. مش معناه ان انت بلغت سن البلوغ. دي كانت صفحة 40. طيب 7 قريناها يا أسماء، قريناها. 23 حاضر. تفسيرك للكلام لوحده كتاب جوه الكتاب، ما شاء الله، شكرا يا مشيرة. 23. سأل الفتى: لماذا عندما نتكلم كثيرا أشعر بالإرهاق؟ يعني كنت دايما لما بيحصل الموضوع ده وابدأ ان انا اكتب كتير اكتب كتير اكتب كتير، بحس ان انا ارهقت، بحس ان انا تعبت، كأني كنت بذاكر، كأني بذلت مجهود كبير. فأجاب الصوت: لأن كلمتي بقدر بساطتها فإن لها ثقل، ولكن ثقلها ليس كثقل الأشياء، فالأشياء ثقلها يجذبك إلى الأسفل فتشعر بالكسل، وأما ثقل كلماتي فإنما يرفعك إلى السماء كطائر ضخم يحمل صاحبه. وهنا بقدر انجذابك للأسفل بقدر ما ستنشأ مقاومة مرهقة، ولكنه إرهاق صعود وارتقاء. لذلك حاول أثناء كلامنا وأنت تشعر بارتفاعك وصعودك أن ترمي عنك كل ما يجذبك إلى الأسفل. تخلى عنه ولا تفكر، لأنه لا تعلو إلا وأنت أخف من ريشة عصفور. ستشعر أيضا في كلامنا بحالة تشبه السكر، أو كأنك أصبت بدوار. ستشعر كأنك تريد أن تركن رأسك إلى الوراء، هذا لأنك قتلت عقلك وفكرك وأسلمت إلى قلبك. الآن عقلك ميتا وأنت حي، الآن يموت فكرك وتحيا كلماتك ومعنى حياتك. يعني إيه؟ أي شيء بنحمله وبنشيله على قلوبنا ليه ثقل، والثقل ده دايما بيشدنا لتحت. فلما بيحصل تواصل مع الحقيقة، التواصل ده بيرفع لفوق. فتخيل انت حاجة بترفعك لفوق وانت في تقلات في رجلك، هتحس بتقل، هتحس ان الطلوع ده صعب، الرفعة دي صعبة. فالصعوبة او الارهاق او التعب او ايا كان بيكون بسبب ان انت في حاجات انت عايز تسيبها، في حاجات عايز تتخفف منها. وده اي حد فيكم جرب ان هو يتواصل مع ربنا يحس الاحساس ده كويس. بعد فترة يحس ان هو ايه ده، انا مرهق،
ايه ده انا تعبان، بس هو عايز يكمل. مش كسلان بقى، يعني مش تعبان تعب كسل، لا ده تعب اللي هو لا انا عايز اكمل بس انا تعبان ليه. عشان كده من اهم الحاجات اللي مهمة أوي وانت بتتواصل انك تعملها، ان اي حاجة تحس ان هي متقلاك سيبها. سيبها من ايدك، سيبها خالص. خد بالك عشان ما تخلطش، في فرق ما بين حاجة متقلاك عشان انت شايلها، وما بين انك تتخلى عن رغباتك او عن احلامك أو عن الحاجة اللي انت عايزها. انا مش بقولك تخلى عن دول، انا بقولك سيب اللي متقلك، سيب اللي انت ماسك فيه ومتقلك، سيبه. ما تمسكش فيه، سيبه يجسد جمالك، سيب كل حاجة تجسد جمالك وتجسد روحك. طيب 19 قلناها يا سارة، قلناها. آم، بس قلناها مع 18، يعني مزجناهم مع بعض. الجزء بتاع بوابات القلب. من أسماء الله الحليم، فما معنى الحليم؟ كنت كتبت مقالة عن اسم الحليم، ممكن تدور عنها، بتشرح المعنى ده بالتفصيل. 44. الصوت ده بيقول لي: قد قلت لك من قبل أني ألفت نظرك إلى أشياء ليس لترى الأشياء ذاتها، ولكن لترى ذاتك وحينها تراني. والآن أقول لك أني ألفت نظر الناس إليك بأعمالك وما تعطيهم، ليس ليروك أنت، ولكن ليروا ذواتهم وحينها يروني. يعني لما تلاقي حد بصلك، حد اتخذك قدوة، حد بدأ ان هو يتابعك، حد بدأ ان هو يسمع لكلامك، فهو ربنا زي ما بيلفت نظرك انت الأحداث وأشخاص وأشياء في حياتك عشان خاطر يوريك نفسك ويوريك اللي جواك، وبيلفت نظره هو ليك عشان انت توريه ذاته وتوريه حقيقته وتوريه ربنا. هذا هو جذر كل علاقة ومحورها. كذلك فإنه غاية كل العلاقات. يعني أي علاقة في الدنيا الغاية منها والغاية بتاعتها هي إن احنا نشوف ربنا أصلا. كل العلاقات هي علاقة مع ربنا أساسا. اتكلمنا عن ده بالتفصيل في ورشة عين المحبة، واتكلمنا عنه بالتفصيل في محاضرة العلاقة. اللي عايز يحضر ده أو يعرف تفاصيل عنهم يقول. فلكي تقوم علاقة عندي لا تنفد ولا تنتهي، يجب أن يراني جميع أطراف العلاقة، لا يسمع كل منهم لرؤية الآخر، لا يسعى كل منهم لرؤية الآخر، ولا يسعى كل منهم ولا سوري أنا اتلخبطت. فلكي تقوم علاقة عندي لا تنفد ولا تنتهي، يجب أن يراني جميع أطراف العلاقة، لا يسعى كل منهم لرؤية الآخر، ولا يسعى كل منهم من أجل أن يراه الآخر، ولكن ليسعى كل منهم ليرى ذاته حتى يراني، لأنه لا يوجد إلا أنا. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب الإلهي، هذا هو العطاء اللامشروط. يعني لما أنت تكون في علاقة
وعايز علاقات فعلا تدوم، كل المطلوب منك ان انت تكون في حضورك، تكون مع ذاتك، تكون مع الله. لان في ساعتها العلاقات اللي هتبدأ تنشأ وتتكون وتكون في حياتك هتكون متوافقة مع حضورك وتكون متوافقة مع جوهرك، والجوهر باقي لا ينفد ولا يفنى. لكن اللي بيحصل ان احنا بنكون في افكارنا، بنكون في مشاعرنا، بنكون في حاجات متغيرة، فلما بيحصل تغير فيها بنبدأ ان احنا العلاقة بتتهز، لان هي مش قايمة على تقوى. آه، دي كانت صفحة 44. ناخد آخر فقرة. خمسة وخمسين قريناها يا مشيرة، ما هي كانت الخاتمة. تمانية برضو قريناها. خمسين. حاضر. آه، علشان نجيب الموضوع من الأول، الفصل ده اسمه الزواج. و... ويمكن في وقتها الحدث اللي كان حاصل في حياتي هو طلاقي. و... وكنت حابب قوي ان انا اعرف اكتر من ربنا عن الزواج، لانه حصل لي ساعتها زلزلة كبيرة جدا في مفهوم الزواج. ف... فطلبت من ربنا ان هو يكلمني عن الزواج، فبدأ الكلام ده. الزواج كما الصمت، فيه سري، سر الواحد، ذكر وأنثى، تتكاتف أجسادهم وأنفسهم ليجسدوا ببساطة الواحد، فإن حاولوا تجسيده فقدوه، وإن كانوا وجدوه. الزواج أن تكون واحدا، أن تكون حبا والحب واحد، أن تكون نورا والنور واحد، أن تكون أنا وأنا واحد. كلك تعبر عن واحد، كلك تعبر عن الحب. لا تبحث عن واحد كما يفعل الجميع، ولكن كن واحدا، وسيتكاتف الكون جميعه معك ليجسد الواحد.
عندما تكون واحدا سيجسد لك الكون واحدا. عندما تكون مبعثرا مشتتا كثير التعقيد سيجسد لك الكون ذلك. فسأل الفتى: وكيف أكون واحدا؟ فأجابه الصوت: اصمت، لا تفعل. عند الكلام تتبعثر، عند الفكر تتبعثر، عند الفعل تتبعثر، فقط اصمت وسيخرج كل شيء من رحم الصمت. كن صمتا وسيخرج منك كل شيء. عندما تكون صمتا فأنت الأول والآخر، أنت الظاهر والباطن. سر الصمت في أنه أبسط تجسيد للواحد، أبسط صورة يمكن أن تصل لها، تتوحد فيها كل الأشياء. مارس الصمت حتى تكون صمتا، وعندها تتوحد كل أجزائك. عندها تصير واحدا، فإذا صرت واحدا تكاتف الكون كله لتجسيدك، فيتجسد لك واحدا، حبا واحدا، حبيبا واحدا. فقط مارس الصمت. سأل الفتى: إن صرت واحدا فماذا ينفعني من الزواج؟ لو أنا واحد وكل حاجة جوايا، إيه نفع الزواج؟ قال الصوت: الزواج أن تجد صورة لك تجتمع فيها جميع صورك، فتصير مرآة لك تعكس لك جميع الكون، ولكن لا تحصر فيها نفسك، فأنت كل شيء وزوجك تمام إبداعك. سأل الفتى: هل زوجتي هنا؟ فقال الصوت: كل شيء هنا، فقط جسد ما تريد. زوجك هو صورة وحدتك، إن وجدت وحدتك وجدت زوجك. فقال الفتى: لماذا إذن وأنت الواحد ليس لك زوج؟ قال الصوت: ومن قال لك ذلك؟ زوجي على صورتي، لذلك لا يراه الناس. خدوا بالكم لأن الحتة دي أعمق كتير قوي من إن أشرحها، فهقرأها زي ما هي وافتحوا قلوبكم بس إن أنتوا تستقبلوا. من يرى زوجي فقد أصبح أنا. زوجي من نفسي خلق عالما وكونا موازيا لعالمكم، فاندمج عالمكم مع عالمه، ولكن هذا علم كبير لتعرفه. زوجي خرج من رحم نفسي، فلما تغشاني صار أنا، وعندها خلق عالما وخلقت عالما واندمج العالمان، فبثثناكم من اندماجهم نور على نور. قال الفتى مصعوقا: إذن لم يكن العالم كما نراه؟ فأجابه الصوت: لماذا تظن أنك الآن في البعد الثالث؟ البعد الثالث هو الوعي الناتج من اندماجي مع زوجي. لم يعد هناك أنا ولا زوجي، فصار عالمكم، لذلك فهو لا يرانا. نعم يا فتى، فالأبعاد ليست كما تظن، ليست بتلك البساطة. أنتم فقط تعيشون في الأوهام، ومن يصل منكم لا يربو إلى مثقال ذرة من الحقيقة. فسأل الفتى: إذن وما البعد الرابع؟ فقال الصوت: كل الأبعاد من البعد الثالث. كل الأبعاد من بعد الثالث هي لمحات من الحقيقة، هي نتاج تزاوج واندماج جميع الكون ليجسد حقيقته. عالمكم
ليس عالم نقائض كما يظن الجميع، ولكنه عالم يجمع بين من تكون ومن لا تكون. فعندما تكون طويلا فأنت لا تكون قصيرا، فالطول والقصر ليس نقائض ولكنه نور وظل. ما تكون وما لا تكون، عندما يتحد بداخلك ما تكون وما لا تكون تحدث رقصة الباطن، فإنك تنتقل إلى ما يسمى بالبعد الرابع، لكن ليس هناك في الحقيقة بعد رابع، هي فقط عملية من الاندماج في رحم العالم الثالث. وعندما تدرك كل شيء كحال تكون أو لا تكون، فتدرك أنك واحدا، فأنت تنتقل إلى البعد الخامس، ولكن ليس هناك بعد خامس، هو فقط ثبات في درجة من درجات الحقيقة، درجة بسيطة لا تتعدى كونها البداية. هذا يهدم جميع المعارف، لأن جميع المعارف تهدف في النهاية أن يخرج من رحم عالمكم زوجا لكم. لذلك تجدهم يبحثون عن الفضائيين، ولا يدركون بأنهم حتى وإن وجدوهم فهم في عالمهم، فعالمكم في مراحله الأولى. ولأن النضج والنمو صعب، فستجد دوما من يحاول نفسه بإقناع نفسه بقرب النهاية، لأنه لا يتحمل حقيقة بأنه في البداية. سأل الفتى: ولماذا يلجأ البعض للطلاق والانفصال؟ وده كان سؤال من صميم من أعماق قلبي. فقال الصوت: الطلاق هو تحرير لصورة ما لا تمثل وحدة حقيقية، لظهور وتكوين صورة جديدة تمثل الواحد، هو دعوة للصمت والعزلة حتى تبدأ دورة جديدة للحياة. الطلاق ليس انفصالا، ولكنه تحرير وانطلاق. يظن الناس الطلاق سيئا، يظنوه انفصالا، لأنه يفصلهم عن الصورة التي صدقوها عن الواحد، يحررهم، يوجههم إلى الواحد الحقيقي. فالواحد الحقيقي لا صورة له، ومنه ينبع الحب الحقيقي الذي هو تعبير عنه. الحب الحقيقي لا يرى صورا وأسماء، ولكنه يرى جوهرا نقيا حبيس تلك الصور المزيفة، فيبدأ بتحطيم تلك القيود والقضبان حتى يتحرر الجوهر وتنتهي العبودية وينتقل الإنسان إلى المحبة. نعم، فالطلاق ينبع في جوهره من الحب الحقيقي، هو علامة على الحب العميق، ولكن الناس أيضا لا يرون هذا الجوهر العميق للطلاق، ولكن يرون صورته المليئة بالألم، وما كان الألم إلا لتحريرهم، ولكن لا يبصرون، فيصير سجنا من وراء سجن، ومن بعده يذهب الناس ليبحثوا عن صورة مزيفة أخرى للواحد، صورة مزيفة أخرى للحب، فذاك نداء عقولهم وما هو بنداء الواحد، حتى إذا استجابوا حبسهم في تلك الصورة إلى الأبد، وصاروا عبيدا له ولتلك الصورة الوهمية. الزواج الحقيقي يعطي
صورة حقيقية نابعة من كونك واحدا، لا تفصلك عن الواحد، لا تفصلك عن الحب الحقيقي، لأنها تشبعت به وبه كانت حتى صارت حبا حقيقيا في ذاتها، مسيحا ممسوحا ببساطة الواحد وجمال روحه. دي فقرة الزواج كلها. لو أي حد عنده سؤال، ممكن السؤال يخرج شرح للكلام اللي احنا قريناه. فكرة الأبعاد دي ممكن، بما إن هي قريناها في اللايف ده، ممكن نتكلم عنها فيما بعد بشكل يكون أوضح وأعمق ومفصل أكتر. دي كانت آخر فقرة هنقرأها في اللايف ده. أنا ممتن قوي لاختيار الرقم ده. الفقرة دي استثنائية وكنت محتاجة أسمعها. بالهنا، بالهنا يا رب. يعطيك العافية يا رب، ويعطيكم كلكم العافية. أي حد عنده أي سؤال بخصوص اللي احنا قريناه يتفضل. ما قصرت. شكرا شكرا. وانا والله كأنه في حوار في دماغي. الله. كلمنا اكتر عن الطلاق يا نادر. طيب. دايما في حياتنا في سؤال واحد بيدور على إجابة واحدة ملهاش تاني. هو سؤال: أين هو الواحد وكيف أجسده؟ إيه مصدر الحياة دي؟ وإزاي المصدر ده بيعبر عن نفسه وبيتواصل معانا؟ والحياة دي بدأت منين وبتنتهي فين؟ وده بيخلي عندنا دايما سعي إن احنا نلاقي صورة أو صور تقرب لنا الحقيقة وتقرب لنا الواحد. ولأن احنا قررنا إن احنا ندور بره، فاللي بيحصل إن احنا بنلاقي شخص بيكون في ملامح من الحقيقة، ولكن مش بيكون بيجسد وحدتنا احنا، مش بيكون بيجسد باطن حقيقي موحد، وحدة مع الذات مع الحقيقة، ولكن بيكون بيجسد صورة نفسنا ان الواحد يكون عليها، صورة نفسنا ان الواحد يتجسد فيها، صورة بتدينا مشاعر وقيم مش عارفين الطريق اللي يخلينا ان احنا نستقبلها من مصدرها، مش عارفين طريق العزة، مش عارفين طريق تعززنا بهذه القيم وهذه المشاعر، مش عارفين ازاي رغباتنا دي تعززنا اصلا. فاللي بيحصل ان اي حاجة
لا تجسد ولا تعبر عن الوحدة الحقيقية، مصيرها إلى التفكك. مصيرها إن هي تبدأ إنها تتفكك، لأن مفيش حاجة بتربط أجزائها ببعض. التفكك ده بيكون هو الطلاق. فالطلاق هو تفكيك، عملية تفكيك لصورة ومكونات لا تعبر عن وحدة حقيقية، ولكن تعبر عن سعي مشتت لإيجاد صورة نحبس فيها الحقيقة. ويمكن ده اللي بيألم، لأنه صدمتنا مش بتكون في الشخص قد، طبعا في صدمة في الشخص نفسه، ولكن بيكون صدمتنا في الصورة اللي جوانا عن الواحد، الصورة اللي جوانا اللي حاطينها عن ربنا وبدأت تتفكك وتتشال. لأنه إحنا الزواج الطبيعي إن هو يكون نتيجة، مش يكون سبب. الزواج بيكون نتيجة لوحدة مع ذاتك، مش هو المصدر، او مش هو الذات، مش هو مش هو الحاجة النهائية. ده الزواج ده بيرتقي 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 وبيترقى اكتر واكتر واكتر. بس الفكرة ان هو لما بيقوم على الحب بيقوم على وحدة حقيقية للذات، ما بيفناش، لان الاساس بتاعه ثابت، لانه قايم على حضور. لكن احنا بندور بره مش على حضور، على مشاعر، على قيم، على حاجات متغيرة ممكن ان هي تتبدل في ثانية. ده اللي بيعمل طلاق، ده اللي بيؤدي اصلا للطلاق. ف... ولما بيحصل الطلاق ما بيكونش مطلوب مننا غير الصمت. اصمت، اسكت، اسمع، مش اكتر، اسمع. زي ما قلنا في فقرة بلوغ الحلم، اسأل نفسك كل صورة في حياتك بتمثل لك ايه؟ ايه التركيبة اللي انت عايز توصل لها؟ ايه حلمك الحقيقي؟ ما بيكونش محتاج اكتر من كده. مش بقولك ما تزعلش، مش بقولك ما تتصدمش، مش بقولك ما تعيش الألم بتاعك، لكن خلي الألم في حد ذاته يوصلك للصمت، يوصلك للحضور، يوصلك لذاتك ولحقيقتك اللي تقدر تبني عليها حياة بعد كده تستمر معاك وتبقى معاك للأبد. كيف أزداد وحدة مع نفسي؟ بالصمت. تعمليش أي حاجة، لا تتكلمي ولا تفكري ولا أي حاجة، اقعدي بس. أي حد عنده أي سؤال تاني؟
كان فضل الله عليك عظيما، ده حقيقي. شكرا جزيلا، شكرا لكم كلكم. اي حد عايز الكتاب، زي ما قلنا يتواصل معايا. الكتاب سعره $30، يعني 900 جنيه. لو انت في مصر هبعت لك رقم فودافون كاش اللي تحول عليه. لو انت من برا مصر ممكن تحول على ويسترن، وهقول لك ازاي. او ممكن لحد ما اظبط بس بايبال، وهبعت لك الايميل اللي تبعت عليه. امتى يكون كتابك الجديد شغالين عليه؟ ان شاء الله يا اما الجزء التاني من صوت من القلب، يا اما هيكون الود الغني باذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله. نورتوني. باي باي.